هما ما صار، داروا كلشي في الماتش، داروا كلشي في البارتيدو الا 3 نقاط كانوا على يضيعوهم لولا صلاح في الدقيقه 91. حرفيا داروا كلشي في الماتش. الكره ما بغاتش تدخل المنتخب المصري صراحه، رغم ان زيمبابوي هي اللي سبقت الهدف وخرجت الشوط الاول متفوقه بواحد لزيرو، ولكن بالتغييرات اللي عمل وبالاداء فردي اللي داروا عمر مرموش في الدقيقه 64 ماركا واحد الهدف من واحد الزاويه ضيقه، وكذلك صالح كيجيب الثاني في الدقيقه 91. ولكن شوف الاحصائيات ديال المباراه: 34 تسديده من نهار 11 تسديده على الشبكه، شي بزاف. 7 ديال الفرص خطيرين، 7 ديال الفرص خطيرين صراحه. داروا ما صار كلشي في المباراه. كما قلنا يكون عندك واحد النجم بحال هذا وبحال عمر مرموش ضروري مع تصنع الفريق. وشفنا كذلك الدفاع ديال المنتخب المصري ماشي كيطمئن وماشي هو هذاك، لان زيمبابوي كانت في البلاصه كتوصل المرمى ديال الشناوي، غير ما عندهمش اللمسه الاخيره وما عندهمش الفينيش. يعني هذا الفوز هذا يعطيك واحد الاريحيه ويخليك 3 نقاط انت وجنوب افريقيا في انتظار انغولا والزيمبابوي. صراحه كما قلنا مصر كانت تضيع واحد 3 نقاط اللي كانت سهله بزاف، ولكن في الاخر محمد صلاح جاب 3 نقاط، وهذا اهم شيء في كاس افريقيا، هي 3 نقاط. اما بالنسبه للمجموعه ديالنا فزامبيا ومالي اللي اليوم لعبوا تعادلوا بواحد لواحد، ولكن اللي تسولني وتقول لي علاش، نقول لك انا مالي كانت كتستحق الفوز، مالي كانت الاجدر بالفوز، مالي كانت الافضل في المباراه كامله، ضيعت بينارتي ودايره اكثر من 5 ولا 6 ديال التسديدات على المرمى، ولكن زامبيا قتلتها في الدقيقه 90 صراحه ودات منا نقطه. الماتش اللي ماجي لان حنا ضد مالي واحد الفريق اللي متمرس، وشفناه اليوم وتفرجنا فيه، فرا كيفاش كيعرف يضغط وكيفاش كيعرف يدافع، وحجم الخطوره ديال زامبيا كامله اليوم.